أيوة، زي ما قرأتوا بالعنوان بالضبط. أكثر من 30 لتر عصير مركز حنستعد فيهم لخلال شهر رمضان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. استغلوا هالموسم، مليان بردقان بالسوق، جهزوهم لرمضان. إن شاء الله بينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. يلا كالعادة ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. دعمكم أحبائي كتير بيفرق معي، فاوعوا تبخلوا علي باللايك، بكون كتير ممنونة لإلكم. ونقول بسم الله ونبلش. كيف ما شفتوا عندي هون 1.5 كيلو من الجزر، أنا بجيبه وبغسله وبقشره. بعد ما قشرته قطعته بقطع عشوائية، مش كتير بتفرق، ولكن خلوا القطع تكون صغيرة مش كبيرة لحتى يسهل عليكم بالسلق. بعد هيك رح ضيف عليهم 1 كيلو من السكر. كمية السكر مش كتيرة أبدا، لا تزودي عن الكيلو ولا تقللي. عندي هون 1.5 لتر من المي الباردة من الحنفية أو من الكولر. بحركهم شوي سوا، وبعد هيك رح ضيف عليهم عصير حبة واحدة من الليمون. عصير الليمون هون لحتى نقدر إنه نخزنه لأطول وقت ممكن، وكمان بركز لنا النكهات. حرفع طنجرتي على النار. أول ما بيبدأ يغلي معي حتظهر عندي رغوة. هاي الرغوة ضروري جدا إنكم تشيلوها لحتى ما يفسد لكم التخزين. كمان هاي الرغوة بتغير لكم الطعم فتخلصوا منها تماما. كل ما بتظهر عندك شيليها. رح أضل أسلق بالجزر لما أمسك الجزر ويكون استوى عندي تماما. طب ملك إحنا فينا إنه نعصره عادي؟ انه بصير، ولكن كمية 1.5 كيلو مش حتعطيكي كمية عصير جزر كافي يعني، فهاي الطريقة يعني حتعطيكي كمية اوفر. عندي هون 5 كيلو من البردقان. رح اجيبه، وانا بحب كتير الخضار الفواكه حتى لو بتتقشر اني اغسلها لحتى ما تلامس عندي البردقان من جوا يعني. رح اقشره كيف ما عم بتشوفوا. انا البردقان اللي مستخدميته ابو سره بقولوا له مليان من المي. كتير مهم عنا انه البردقان اللي بدكم تجيبوه تتاكدوا انه مليان مي ومش ناشف ابدا. قشرته كيف ما عم بتشوفوا. كمان بتخلص من هاي الطبقه البيضاء لانها بتعمل لي شويه مرار بالعصير، فشيلوها كتير ازبط. رح اقطع برضه قطع عشوائيه مش كتير بتفرق. تمام. وبهذا الوقت صبايا اكتبوا لي بالتعليقات، هل انتم جربتوا العصير المركز تعملوه بالبيت ولا لسه اول مره رح تجربوه؟ بعد ما استوى عندي الجزر كامل السوا بتركه شوي ليبرد. بعد هيك ببدا اني اخلط فيه. تمام. وهون مش مشكلة يعني، حبيتي تخلطيه بالبلندر هان بخلاط الشاف يلي متوفر عندك، حتى لو كان المكسر ما في أي مشاكل. حبدأ إني أنزل بكمية البردقان تدريجيا وأخلط، بضيف تدريجيا وبخلط. في هاي المرحلة رح أعطيكم مكون رح ينقل معاكم العصير لمكان تاني. ممكن بهاي المرحلة تضيفوا أي نوع من عصير البرتقالي اللي بيكون موجود بالأظرف. نكهته بتشهي القلب. في أظرف هيك بتكون موجودة بالسوبر ماركت بتعمل لك تقريبا لتر. ضيفوا بهاي المرحلة وانتم عم تخلطوا فيه. أنا للأمانة هذا الفيديو معمول عندي من السنة الماضية، ولكن مستخدمة نوعية عصير هو من المقاطعة الآن، فما حبيت إني يعني أروج لإله. فأنتوا استخدموا أي نوع محلي بتحبوه بتفضلوه. بعد ما خلطت كليات الكمية وضفت كليات كمية البردقان ال5 كيلو وعصرتهم مع الجزر كتير منيح، حبدأ إني أصفيه بمصفاي ناعمة كيف ما عم بتشوفوا. يعني بضلني أعصر فيه، ولا حبيته مثلا بهاي المرحلة بشاشية نظيفة وتعصروا تعصروا برضه بيمشي الحال. شوفوا هالكمية اللي طلعت معي بردقان مركز بالشو من اللي بشتيه قلبك. يا ويلي شو بطشتش على القلب. رح أضيف كليات الكمية كيف ما عم بتشوفوا، وحبدأ إني أخزن فيه. أنا رح أخزنه بأكياس التفريز. كل لتر مي بياخد معك كوب بالضبط من العصير المركز، وحسب برضه في ناس بتحبه تقيل وفي ناس بتحبه خفيف. ولكن خليني اعطيكم طريقة. انتوا قبل ما تبلشوا انكم تخزنوا فيه جربوا لتر مي، شوفوا قديش بياخد معاكم عصير. كاسة او كاسة ونص، انتوا كيف بتحبوه. وبعد هيك ابدأي خزني، يعني بتحطي بالكيس كاسة كاسة ونص، انتوا زي ما بتحبوا وزي ما بتفضلوا. شوفوا ما احلى لونه، شوفوا يا الله طعمه شو زاكي. عن جد بشهي القلب ولازم تجربوا. صحة وعافية مقدما. كنت معكم انا ملك عبد العال، دمتم بخير وباي باي.